المشاهدون الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، معكم فيها حنان جيلاني، وأبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. إقامة صلوات ترحم على أرواح الشهداء. سكان مديرية عرزة يقدمون دعما عينيا لأسر الشهداء. أنشطة تنموية للعمال في ماي حوزة بال20 من يونيو. أوغندا تعلن تجربة عقاقير لعلاج الإيبولا. هجوم صاروخي على شركة نفطية في العراق. واليابان ترفع تحذيرا من تسونامي بعد زلزال. مرحبا بكم. أقيمت صباح اليوم بكنيسة القديس ميكائيل أسمرة صلاة ترحم على أرواح الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. شارك في صلاة الترحم على الشهداء عدد كبير من رجال الدين القادمين من جميع الإيراد الإدرية بأسمرة، والآلاف المؤمنين يتقدمهم الأمين العام للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنباء لوقاس. ودعا مسؤول الوعظ القسيم أون بينه لتمتين وحدتنا والتعاضد ولتنفيذ وصية الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لنعيش بكرامة ونور تضحياتهم. هذا وتقام في الوقت الحالي صلوات ترحم على أرواح شهداء الأبرار في جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لمساعدة أسر الشهداء، ظل يقوم سكان 22 ضاحية في مديرية عرزة ابتداء من يونيو الجاري منظمين حسب مناطقهم بأنشطة فعالة لمساعدة أسر الشهداء. وفي التوضيح الذي أدلى به سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد كبودوم تفري، أشار إلى أن سكان بلدة عرزة وعدد من مناطق المديرية قام بزراعة مزارع 241 أسرة شهيد، فيما ستتم زراعة مزارع 40 أسرة شهيد أخرى في منطقة هدامو في القريب العاجل. وقال السكان: إننا نشعر بطمأنينة الضمير عندما نساعد أسر الشهداء بما نستطيع، وبما أن قضية أسر الشهداء لا تترك للحكومة فقط، يجب على كافة المواطنين المساهمة في هذا البرنامج النبيل. من جانبها عبرت الأسر التي قدمت لها الدعم عن فخرها واعتزازها بالدعم المقدم لها، إضافة إلى دعم الحكومة المنتظم، معبرين عن أمنياتهم وتقديرهم. وفي غضون ذلك نظم عمال المؤسسات الحكومية في البلدة والسكان وأعضاء الفرقة 85 نظموا أنشطة نفير في مقبرة الشهداء، حسب ما أفادت مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا من هناك. كما نظم عمال المؤسسات الحكومية وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مقبرة الشهداء بمدينة غردات أنشطة مماثلة، وتمثلت أنشطة النفير على التشجير وعمليات الحفر وبناء مدرجات حواجز مائية. قامت الكونفدرالية الوطنية للعمال بأنشطة تنموية في ماي حوزة بمناسبة 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء. شارك في العمل لتجهيز حفر التشجير وبناء المدرجات يوم 19 من يونيو عمال 20 مؤسسة، إضافة إلى المواطنين القادمين من ألمانيا. وأوضح المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال أن المؤسسات المشاركة تعمل بغرس شتول الأشجار في ماي حوزة منذ عام 2011 بحجز مساحة خاصة لكل مؤسسة. كما قام عمال المؤسسات الحكومية والجيش الشعبي والسكان بنفير في مقبرة الشهداء بمنطقة مقركة مديرية لوغو عنسبة، وأعضاء الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط في حديقة الشهداء بأسمرة بمناسبة 20 من يونيو يوم ذكرى العزة والكرامة. واشتمل النفير الذي نظم في 18 من يونيو بمقركة التشجير وإصلاح سور المقبرة. وأوضح المشاركون اعتزازهم بالشهداء، منادين لعدم اقتصار مثل هذه الأعمال في 20 من يونيو فقط. وتخلل نفير حديقة الشهداء مسيرة أقدام وبرنامج التوريث.
يثير سكان وأبناء 5 مناطق في ضاحيتي ماي الحم وعدي بحيلاي بمديرية إمن حيلي أنشطة النفير واسعة، مسخرين طاقاتهم لبناء وصيانة طريق يربط بين منطقة كودابعور ومناطقهم. وأوضح مسؤول متابعة القرى والمشاريع في المديرية السيد محرت آب أسقودوم أن عملية بناء الطريق الترابي الجاري بعد دراسة مسحية جادة عبر الخبراء مصحوبة بالآليات الثقيلة ينطلق من منطقة كودابعور بطول 4.3 كيلومترا ويمر عبر مناطق تركي وميلحم وعدي لواء وعدي شمكلي، وكذلك 1.7 كيلومترا يربط بين منطقة عدي وهابيت وكودابعور. وعبر السكان في الآراء التي أدلوا بها عن أمنياتهم الكبيرة بأن تقلل الخطوات الجماهيرية المتخذة لبناء وصيانة الطرق من مشاكل المواصلات البرية. من جانبهم أوصى أعضاء لجنة التنمية لتنظيم سكان تلك المناطق برامج تؤدي إلى تحمل المسؤولية من أجل تقديم تلك الطرق خدمات جيدة لفترة أطول. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأنه تم في الشهر المنصرم بناء طريق آخر بمساعدة آليات ثقيلة يصل طولها 5.5 كيلومترا ويربط بين منطقة كودابعور و3 مناطق أخرى في المديرية. سيداتي سادتي، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، فرجاء ابقوا معي. مرحبا بكم مجددا. قالت السلطات إن العاملين في مجال الصحة تأكدوا من سلامة استخدام 3 عقاقير تجريبية للإيبولا في أوغندا بعد أسبوع من انتشار المرض القاتل عبر الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن شخصين سافرا من الكونغو توفيا في أوغندا الأسبوع الماضي. وقال وزارة الصحة في الكونغو إن طفلا عمره 3 سنوات أعيد إلى الكونغو بعد اكتشافه إصابته بالمرض توفى هذا الأسبوع. وحصد المرض أرواح 1411 شخصا على الأقل في الكونغو منذ أغسطس الماضي في أسوأ تفشي مجال الإيبولا. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها لم تسجل حتى الآن أي حالات مؤكدة لانتشار فيروس إيبولا بين الأفراد في أوغندا، وجميع المرضى المسجلين جاءوا من الكونغو. وأضافت إن العلاجات التجريبية 4 مستخدمة بالفعل في الكونغو. قال الجيش العراقي إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكس-1 موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وسقط الصاروخ في مقر السكان والعمليات يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية العالمية في البرجسية قرب البصرة. وعقب الهجوم ذكر مصدر أمني أن إكس-1 تعدى لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور. وجاء تخوف الشركة بعد أيام من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، متعللة بما قالت إنها تهديدات من إيران التي لها علاقات وثيقة مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقي. ويأتي هذا الهجوم عقب ساعات من بيان للجيش العراقي أفاد فيه بأن صاروخا سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل بشمال البلاد. وفي ثاني واقعة من نوعها خلال يومين لم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية، فيما قال أن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتشوا في قصير المدى. رفعت اليابان تحذيرا من تسونامي بعد زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل، لكن لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات. ورفعت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد التحذير الساعة بعد رصد تموجات صغيرة فقط بحجم 10 سنتيمترات على ساحل بحر اليابان شمال طوكيو. وقد سارع المسؤولون إلى وقف خدمة القطار الفائق السرعة في المنطقة كإجراء احترازي وفقا لشبكة التلفزيون العامة التي أضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 منزل.
وتقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادي، حيث تم تسجيل العديد من الزلزال والنشاطات البركانية في العالم. وفي عام 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات أعماق المحيط الهادي، متسببا بتسونامي عاث دمارا واسعا وأودى بحياة الآلاف من الأشخاص. يميل بعض الفنانين للذهاب إلى المنتجع الريفي لتعزيز الإبداع لديهم، لكن بالنسبة للكوبي ساندرو جونيليس لا مكان أفضل للرسم من عدة أمتار تحت سطح البحر وسط أسماك الكاريبي الزاهية الألوان وتشكيلات الشعاب المرجانية الرائعة. ونال الرجل البالغ من العمر 42 عاما إشادة للمرة الأولى في الداخل والخارج بصوره التي يهيمن عليها اللونان الأسود والأبيض لمشاهدة من عالم المدن، والتي استملها خلالها زيارة لأوروبا ليعكس خلالها صخب الحياة الحضرية الحديثة. وكان جونزاليس قد سمع عن الرسم تحت الماء، فقرر أن يجرب ذلك بنفسه إلى أن وجد وسيلة للرسم بالفحم أو بالزيت، الذين لن يتلاشيا خوفا للألوان المائية أو الألوان الباستيل. ولكي يفعل ذلك يستعين بعد قطس كامل ويصبح نحو 60 مترا، ثم يغطس ل6 أمتار تقريبا، حيث حامل لوحاته المثبت في قاع البحر. مشاهدينا الأكارم، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذه الفترة، قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وأيضا أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.